السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى يوم جديد إن شاء الله حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي وجه. النهارده يا جماعة هنتكلم في موضوع كده، يعني خلاص كل سنة وانتم طيبين. الأيام بتمر بسرعة وخلاص يعني. مفيش، مش هنقول شهور ولا حاجة، لا هنقول أيام، يعني هنقول أيام. لأن إن شاء الله يعني فعلا هو يعني هتبقى أيام، وإن شاء الله نبتدي نجهز بقى للموسم ونبتدي نجهز عشوشنا ونبتدي نجهز ان احنا هنفرخ وخلاص. طبعا هنتكلم في موضوع تجهيز الموسم ده، بس الاهم من تجهيز الموسم ومن الاهم من ان انا اجهز عشوش ده طبعا كله مهم وكلام محترم، بس ان انت تبقى مجهز بقى بالفعل المنظومة بتاعتك او الميكنة بتاعتك بتاعت هنقول مشروعك او هنقول هوايتك، ايا كان على حسب المسمى اللي بيربي. لان في ناس بالنسبه لها الموضوع مشروع، ودي حاجه برضك مش غلط طبعا، دي حاجه اقتصاديه كويسه جدا. لان انت كمان كهاوي لازم تفكر في الجزء الاقتصادي والماديات عشان تبقى هوايتك بتعيد عليك بالخير. لان مفيش حد في الظروف الاقتصاديه دي هيبقى عايز يصرف دايما من غير اي مقابل. فهو حتى العصفور لو هيدخل لك عائد مادي بسيط، حتى العصفور يصرف على نفسه، دي حاجه في حد ذاتها كويسه. طيب، النهارده يا جماعه احنا بنتكلم في اهم جزئيه وتفيدك جدا 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 في الهوايه. ايه هي؟ الفرخ، واللي هي كلها المنظومه بتبقى قايمه على فكره الفرخ. ان الناس كلها بتعمل ده، او الناس كلها ما شاء الله بتجيب وبتشتري واكسسوارات وعشوش جديده واقفاص جديده وهكذا عشان موضوع الفرخ وان هو ينتج عصفور ويبقى الموضوع بفضل الله مستمر. طيب ايه بقى الفكره؟ اساس ونجاح الفكره الحاجه اللي انتم شايفينها دي. دوت لا قوه الا بالله 5 نتي او 5 اناث، في منهم 2 زغاليل والباقي ما شاء الله اللي هم التلاته اللي جوه دوت على وش شغل. التلاته اللي جوه اللي واقفين جنب بعض دوت على وش شغل. اللي على اليمين والشمال اللي هو بيلعب في الجرار واللي واقف ده على الشمال دوت متأتين بس لسه زغاليل. طيب دولت اساس الفرخ واساس الميكنه والمنظومه عندك في الهوايه. لو انت بتسعى ان انت دايما يبقى بفضل الله عندك انتاج وفير وعندك فرخ بصفه ما شاء الله مستمره. النتايات يا جماعه او الاناث او النتي زي ما نكون بقى على حسب البلد او حسب المنطقه اللي انت بتبقى فيها او مسمى الهوايه بيتكلموا ازاي على الاناث، بس هي الاناث يعني او النتي. دايما حاول دايما في الفتره اللي انت تبقى بتفرخ فيها وما شاء الله الدنيا شغاله تركن نتي زياده، تركن او تشيل على جنب. يبقى عندك بارتيشن كده او سلاكه او مطار او ايا كان على جنب كده زياده للاناث بس. يعني ايه الاناث بس يا مصطفى؟ يعني دايما حاول تخلي النسي اكتر دايما من عدد الذكور اللي عندك في الغيه، ده اللي دايما هيحافظ لك بفضل الله على الاستمراريه والانتاج الكتير جدا بفضل الله. ازاي يا مصطفى؟ دايما يا جماعه المشكله اللي بتحصل او المشاكل اللي معظمها بتحصل في النتي للاسف، مش في الذكور. لان النتي بيبقى عليها الريسك وبيبقى عليها العامل وعليها الضغط والانتاج، وبقى الضغط كله للاسف في الغالب بيبقى على الاناث مش على الذكور. هتقول لي ازاي يا مصطفى؟ هقول لحضرتك لان الذكر دايما فكرته بالنسبه لك في الغيه، او يعني بابسط الاشياء ممكن نقول الذكر بيبقى عامل التخصيب التاكيل هكذا. هو يعني معنى كده الذكر ملوش لازمه؟ لا، ما قلناش كده، بس احنا قلنا ايه؟ بنقول ان دايما الاناث بتبقى هي اللي عليها العامل المباشر او الاقوى في الفرخ، لان النتايه هي اللي بتبيض، فده بياخد في حد ذاته مجهود وكالسيوم وطاقه من صحه نتايه انت مش متخيلها. النتايه هي بتحضن، ده بردك مشقه بالنسبه لها وتعب، لدرجه ان في ناس ساعات بتموت على البيض لان هي ما بتطلعش تجيب اكل كتير، والذكر للاسف ما بيسالش فيها، فللاسف بتبص تلاقي النتايه بتموت وبتنسى نفسها. النتايه بتاكل مع الذكر، فطبعا بردك في نتايه بتطلع كل طاقتها وكل مجهودها في التاكيل، والذكر للاسف ما بياكلهاش كتير وبتنسى نفسها في الاكل، وفي الاخر للاسف في الغالب يعني تبص تلاقي النتايه ماتت. تفضل مهتمية بالزغاليل وتأكل الزغاليل وتراعي الزغاليل. طبعا الذكر بيعمل كده، بس الذكر ولا بيبيض ولا الذكر بيبقى في فترة حضيض بزيادة. فأنا أقصد إن بيبقى عليها عامل كبير قوي دايما في المنظومة. فأنت يعني تعتبر الكلام بقى اللي بقوله لك النهارده، تاخد بالك من دلوقتي لو أنت مش واخد بالك تشد انتاج كتير. يبقى زي ما بنقول كده تاخد بالك كويس في موسم الفرخ، تركن نتايات بزيادة. هتقول لي ما انا بقى يا مصطفى بقى خلي كل ذكر على قد نتايه والموضوع ماشي. طب ما هو انت سعادتك الموضوع ماشي مفيش مشكله، بس انت لما تيجي تتزنق محتاج نتايه بعينها، ممكن ما تعرفش تجيب. وللاسف لما هتيجي تجيب انت ما تعرفش النتايه اللي جايه لك من بره دي فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل. الدنيا جايه من بيئه عامله ازاي، متربيه تربيه عامله ازاي، هل متربيه زي مثلا العصافير اللي عندك، هل بنفس الغذاء، هل نفس الرعايه، هل متربيه بنفس البيئه والظروف المناخيه اللي عندك. لان خد بالك ده ساعات بيأثر على الاناث في الانتاج يا جماعه.
يعني انا برضك ليا صديقي وعزيز على قلبي قوي 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 قوي، وانا ببعت له السلام والتحيه، الراجل اللي هو يعني يعتبر بالنسبه لي اكتر من اخ. يعني مش بجد بجد يعني سبحان الملك، يعني هي فعلا الهوايه دي مصدر للتواصل والمحبه والرحمه يعني. باشمهندس احمد يعني من الناس اللي بجد والله العظيم انا ببعت له تحيه وهو بيتفرج ومتابع. بفضل الله خد مني بفضل الله يعني تيور، وعشان احنا تقريبا مناخنا واحد وجونا واحد بفضل الله يعني. كان الموضوع سهل، والعصافير الحمد لله اثمرت ليه انتجت عنده، ربنا يبارك له في حلاله. هو انا ببعت له تحيه، حبيب اخويا استاذ احمد كده ايه، الراجل اللي الواحد بيفتخر بيه يعني. فيا جماعه دايما انت الحاجه اللي هتجيبها مفاجاه من بره، انت يعني هتجيبها وانت منتظر انها تشتغل على طول وتسعفك مثلا في الموسم، لكن انت ممكن تاخدها اصلا وتبص تلاقي العصفور طول قوي ومسخ قوي وتقول ده مش شغال، ده مش عايز يشتغل. طب ما هي كده هتعطلك وانت في الموسم اللي احنا كلنا بنستناه، اللي هو طبعا ما بتصدق يجي من الشتاء للشتاء عشان تشتغل وعشان تبتدي تفرخ حاجات انت كان نفسك فيها، حاجات ما فرختهاش قبل كده. طب انا هضيع وقت ليه؟ ما انا بقى لما يكون انا عندي انتاجي ومن مكاني وطالع في نفس البيئه، ده هيسهل عليا موضوع الانتاج، لان العصفور هيبقى طالع في الجو المحيط ده اللي انت بتربي فيه، فمش هيطول عندك ولا هيزهقك في فكره الانتاج. فنصيحه لوجه الله، انت دايما حاول تخلي عدد نتي اكبر، ما تقولش لا ما انا مخلي كل ذكر على قد انتايه. طبعا مش معنى الكلام ده اللي انا بلغي صفه ولا بلغي اهميه الذكر في الغايه، لا طبعا برضك تخلي ذكور. يعني بصوا يا جماعه، غالبا او يعني عامه انا من المدرسه اللي دايما بفضل الله بخلي ده وده. انا بستثني مثلا حاجات معينه ابيعها، وفي حاجات بستثنيها ان انا ما ببيعهاش، وفي حاجات بركنها لنفسي، وفي حاجات ببقى مثلا انا شايف فيها بفضل الله يعني ملامح ان هي تبقى عصافير كويسه لما تكبر، فبركنها على جنب بغض النظر ان انا دي نتشه ولا ذكوره. فطبعا انا بقول لك لوجه الله تعالى، النصيحة دي مهمة جدا تاخد بيها، ان انت دايما تحاول يبقى في عندك ستوك، دايما يبقى حاول عندك مخزون، دايما يبقى عندك الحاجة اللي دايما هتنفعك في وقت الانتاج بقى. يعني ما تبقاش انت مزنوق او واقف على ذكر او واقف على انثى تفضل تلف انت مش عارف انت واخد العصفور بقى منين وشكله عامل ازاي وتفاصيله عامله ازاي. لا انا ابني في ايدي ما ادورش، عايز ما بيقولوا بالمثل الشعبي. فدايما اركن النت وبركن الذكوره مفيش مشكله. ذكر عاجبك ذكرين عاجبينك انت ايا كان بفضل الله. طبعا الموضوع ملوش علاقه انك عندك بقى كميه كبيره ولا مش كميه كبيره. هتقول لي يا مصطفى انا كل عندي جوزين ثلاثه، يعني برضك ما تعمل نفس الفكره. ما هو اللي انا بشرحه ده او الفكره اللي انا بشرحها دي تنطبق على اي عدد، يعني هي ملهاش علاقه بالاعداد، احنا بنتكلم في فكره بشكل عام يعني. فتاخد بالك ان النتايه النهارده ميكانه الغيه، وهي الادوات المساعده جدا جدا في الغيه ده. بل بالعكس، ده في ناس عشان ما شاء الله يعني بتكتر انتاجها كمان بتعمل ايه؟ بتشغل الذكر عن تايتين 3 4. يعني انتوا متخيلين النتايه عامله ازاي بالنسبه للغيه وبالنسبه للناس اللي هي في الغيه؟ يعني في حد يشغل النتايه دي على ذكرين 3 4. فانا عايز اقول لك النتايه مهمه جدا، والذكر طبعا مهم، بس احنا كلامنا النهارده بخصوص النتايه. انا موريكم يعني بفضل الله جزء من النتي اللي عندي بفضل الله، وعندي لسه نتي ثانيه بره بفضل الله. النتايه ما بتخسرش، انا دي مدرستي، النتايه ما بتخسرش. النتايه بفضل الله مجرد ما جهزت كده والوانها حلوت وبانت، انت في اي وقت بفضل الله تقدر تبيعها، سهل جدا تبيعها. ف والذكر يا جماعه يعني هو الذكر نفس القصه، بس انا بتكلم على النتايه. النتايه مهمه جدا، اللي ما عندوش نتي زياده كتيره مش هيبقى عنده فرخ كتير. ده للناس اللي بتفكر في فرخ وانتاج بكثره يعني. لان النتايه ممكن تبقى في ثانيه كده يحصل لها احتباس تموت وهي بتوضع البيض، نتيجه ان هي لسه بكر او لسه قله الخبره متواجده، تلعب تتشقلب. النتايه لما تيجي تتشقلب وتلعب وتمسك في السقف بتاع القفص يا جماعه، سهل قوي البيضه تتقلب فما تعرفش تنزل فيها فتتحشر فيها فتموت، تبقى وهي لسه هتنتج عندك وانت مستني اللحظه دي تبص تلاقي النتايه ماتت. يطلع بيض محبب عنده نقص كالسيوم، يطلع بيض بريشت يعني ما فيهاش قشر. فالمشاكل هتلاقي كتير قوي، وهتلاقي معظم المشاكل اللي بتقابلك انت وقيسها كده وانا بتكلم، هتلاقيني يعني هتلاقيني كلامي معظمه كده منطبق على يعني غوايتك او هوايتك في الغايه. يعني قلت له كلامك صح يا مصطفى. بس فانا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الفكره، اعتقد ان الفكره وصلت، واللي انا عايز اقوله من الفكره اعتقد وصل. نتمنى الخير والتوفيق للجميع. اتمنى لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه، وما تنساش اللايك وما تنساش المشاركه، والتعليق يهمني قوي. اهم حاجه عندي تعليقك يهمني قوي 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 قوي، سواء بالسلب او بالايجاب. يعني تعليقك يهمني كحد بتشاهد محتوى، فانا اتمنى اشوف تعليقات الناس واراء الناس، ودي تهمني جدا. ما تنساش لو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بفضل الله. الهوايه نوايا. لو عجبكم المحتوى ما تنساش زي ما قلنا تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.